كل حاجة بتحصل في الكورة بتاعتنا حرفيا مواتية جدا لحال البلد، وكل حاجة بتحصل في البلد طالع علينا بسم الله ما شاء الله حبة تصريحات وحبة حاجات عمالين نعرفها عن اتحاد الكورة، واللي كان بيحصل في اتحاد الكورة قبل كده واللي بيحصل دلوقتي. اوكي، احنا كنا فاهمين ان بيحصل بلاوي وبيحصل كوارث، وعمالين نقول ان احنا ما عندناش كورة، وان احنا سبب كبير جدا من الحاجات اللي بتحصل في الكورة بسبب الاتحاد اللي عندنا والدنيا خربانة. بس تخيل بقى لما يجي لك واحد من المطبخ فاهم، ويقعد بقى يتكلم معاك عن تفاصيل الاكل اللي بيحصل جوه، فاهم؟ فهو دوت اللي انت ايه شفته. انا شفت تصريحات وقعدت اتفرج على حلقة مجدي عبد الغني مع ابراهيم فايق. انا قاعد انا مش مصدق ان الكلام دوت حقيقي، رغم ان انا عارف ان في حاجات اكتر من كده بتحصل. تمام. والفكره معايا مش ان الواحد يقول ايه مجدي عبد الغني ما يمكن يكون بيكذب، لا، لان الحاجات اللي هو بيقولها هو بيدين نفسه بيها اصلا معاهم. يعني انت تخيل لما يقعد يقول لك ان كان في واحد تاني اللي هو احمد مجاهد جوه الاتحاد، علشان في بقى في بينهم مشاكل، فاسلم حل ان هم راحوا قايلين اتفقوا هم الاثنين، ومجدي عبد الغني هو اللي بيقول كده. بيقول لك اتفقنا ان انا احضر 3 ايام في الاتحاد وهو يحضر 3 ايام، ويعني محدش يخش في قرارات التاني، علشان كده عملنا اللي هو الفيصل ده، انا 3 ايام وانت 3 ايام. فيا حبيب قلبي انتوا بتتكلموا بجد؟ لا والنبي يا جدعان، احنا في مسخره. احنا صدقوني احنا في مسخره حرفيا. اللي هو يعني ايه، يعني ايه حاجه زي كده اصلا اتقال؟ عمال يتكلم ان هو مش عارف 15 مليون، 15 مليون كانوا الملابس بتاعت المنتخب وكده، وبيقول لك مش عارفين الملابس راحت فين. وبعد كده راح ابراهيم فايق بيقول له هو مش كان في مخزن وبتاع والحاجات دي موجوده في المخزن؟ قال له يا عم مخزن ايه وبتاع، احنا ولا عندنا مخزن ولا عندنا حاجه. فبيساله بيقول له ورق كذا، يقول له احنا اصلا انا في مجلس اداره بس كنتش ببص على الورق. يقول له هنا ابو ريده راح بعت اسمه ايه حازم امام هو اللي يطلع مع نفسه ويروح يدور على المدرب ويتفاوض معاه واحنا ما نعرفش. عارف؟ وعمال يكلمك قد ايه ان حاجات، بيقول لك اي حاجه اللي هي بالفلوس احنا ملناش علاقه بيها، فاهم؟ واتهموا مجدي عبد الغني مش عارف ان هو خد شنطه فيها ملابس عشان هو ما كانش ليه ملابس للمنتخب، وهم مسافرين وبتاع، فهو ما كانش ليه، فراح خد شنطه من الاوضه بتاعه اللبس بتاعه شوقي غريب بتاعه المنتخب الاولمبي. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا بجد؟ بيقول لك ان هو كان موجود في المطار ولقى واحد هناك لابس اللبس بتاع المنتخب مش تبعنا، فبيساله قال له انا مشتريه من محل. بص احنا رحنا في حته، فاهم؟ احنا الدماغ بقت عاليه قوي. احنا حرفيا الدماغ بقت عاليه جدا 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 في اي حاجه بتخص الكوره هنا في مصر. انت الكوره في مصر لازم تتوقف، انا بكلمك بجد. احنا مستحيل يكون ده طبيعي. الدور المكلف بيه دوت واحد زي وزير الرياضه، المفروض يقعد يحقق مع الناس ديت في الحاجات اللي انت عمال تسمعها. تسمع مجدي عبد الغني مع ابراهيم فايق امبارح، ومن كام يوم تسمع احمد مجاهد مع ابراهيم فايق. مش عارف ابراهيم فايق واخد توكيلات، فاهم؟ بيفضح الدنيا. الناس بتطلع تتكلم، الناس اصلا مش مؤهله ان هي عندها حته، المفروض اقول ايه وما اقولش ايه. الناس ديت مش مؤهله ان انا طالع على الهوا وان كل كلمه اقولها محسوبه عليا. الناس ديت مش مؤهله وهي بتتكلم ان هي تبقى عندها حته ان انا مسؤول. انت مسؤول. الناس على الله، على الله بمعنى الكلمه، فانا كانت بامانه والله. فيعني احنا حرفيا، احنا بص انت هتفضل في الدوامه ديت، انت هتفضل حرفيا في الدوامه ديت في الكوره. في مصر، الكوره في مصر يا جماعه بايظه. الكوره حرفيا خربانه، انت مش موجود. انا حقيقي يعني ما فهمتش ازاي كل حاجه طالع، فاهم؟ مجدي عبد الغني عمال يتكلم بلاوي بتحصل في الاتحاد، بلاوي. ابراهيم فايق مش لاقي حاجه يرد بيها على اللي هو بيسمعه، فاهم؟ ويجي يساله على حاجه ياخده ويوديه في حته تانية، فاهم؟ فيقول له انا مضيت له على العقد بتاع كهربا، وفي نفس الوقت يقول لو كهربا كان سالني كنت هاخد نصيحتي. فبيقول له يعني هو مسافر رايح الفريق البرتغالي، يقول له تاخد نصيحتك في ايه؟ قال له ما انا عارف الدنيا في البرتغال وبتاع. فراح بيقول له ايوه، يعني انت هتنصحه في حاجه خاصه بالعقد؟ قال له اه كنت اقول له ما تسافرش. قال له ليه كنت اقول له ما تسافرش؟ قال له عشان هو موقع على عقدين مع مش عارف الزمالك وكده، يبقى موقع في البرتغال. وقبلها بدقيقه يقول له كنت اقول له ما يسافرش عشان انا عارف البرتغال ايه علاقه ده بده؟ فاهم؟ اللي هو انت بتتفرج على حاجه خارقه للقوات العقليه للبني ادم،
فصباح الفل، صباحكم فل على تصريحات كابتن مجدي عبد الغني، صباحكم زي الفل على كل حاجة بتحصل مش مفهومة في اتحاد كورة المصري اللي مش مفهوم، اللي الناس مش فاهمة هي بتعمل ايه جوه ولا فاهمة أي حاجة. صباح الفل.